سمعتوا عن الدكتاتور اللي أكل لحم معارضينه وقضى على أكثر من 100 طفل بس لأنهم رفضوا يشترون منه الزي المدرسي. نفس هالدكتاتور دخل الإسلام لمدة يوم واحد بس، يعني أسلم بس يوم واحد، وعقب ذي اليوم رجع حق ديانته. على باله السالفة لعبة بس، تعالوا دش واطلع. جان بيديل بوكاسا من مواليد جمهورية أفريقيا الوسطى سنة 1921. عاش طفولة صعبة بعد ما قتل جيش الاستعمار الفرنسي أبوه وانتحار أمه بعدها. أبوه كان زعيم القرية اللي كانوا عايشين فيها وكان عنده 11 أخ وأخت. في سنة 1939 انضم لجيش الاستعمار الفرنسي برتبة مجند، نفس الجيش اللي قتل أبوه. يعني ما رش نتوقع من واحد راح يشتغل مع الناس اللي قتلوا أبوه. المهم إنه قدر يثبت نفسه في الجيش وترقى لرتبة نقيب. ولما استقلت جمهورية أفريقيا الوسطى الرئيس الجديد اللي مسكهم كان قريب لبوكاسا، يعني من الأهل، وبما أنه يصير له قال له تعال خلينا نحطك رئيس القوات المسلحة بحكم خبرته مع جيش الاستعمار الفرنسي. وعشان تعرفون إن الواسطة مو بزينة، تشوفوا ايش سوى بوكاسا. قام واستغل منصبه عشان يطيح برئيس البلاد اللي هو يصير له اللي من هله، وأعلن نفسه رئيس البلاد. يعني يابا حط رئيس الجيش، قام انقلب عليه وخذ الرئاسة منه. هذا هو يصير له بعد. هذه الواسطة ما تسوي. أتوقع قدرتوا تعرفون عينة ونوعية هالشخص اللي اشتغل مع المستعمرين اللي قتلوا أبوه، وعقب انقلب على واحد من هله وخذ منه الحكم. وهني ابتدت قصة هالمينون اللي عيش شعبه أسوأ عيشة في الوقت اللي كان ينهب فيه ثروات بلده. هالخبر كان وايد متولع في نابليون وكان يعتبره قدوته. مالت عليك أنت وقدوتك فوقك. المهم إن هالمريض توج نفسه امبراطور على جمهورية أفريقيا الوسطى. طبعا أنا كيف اختار لقب امبراطور، شكله عاجب الاسم. وفي حفل التتويج لبس ثياب مشابهة للأزياء اللي كان يلبسها نابليون، وصنع له تاج من الذهب وزينه بالألماس، وكان سعره تقريبا فوق ال5 مليون دولار من فلوس الدولة طبعا. والعصا اللي تشوفونها في هالصورة بعد كانت من الذهب الخالص ومزينه بالألماس، ويقولون ان الألماس بروحه كان وزنه فوق ال5 كيلو. حفل التتويج اللي سواه كلف ميزانية الدولة فوق ال20 مليون دولار في الوقت اللي كان شعب أفريقيا الوسطى يعيش في أسوأ حالات الفقر. والمشكلة ان على هالملايين شوفوا الصقر اللي حاطه كأنه حمامة. وكعادة اي دكتاتور يمسك الحكم لازم يثبت حكمه بنشر الرعب بين الشعب. بس بوكاسا خبل، كان مخه فاصل، يعني كان يحط قوانين ما حد يدري من وين جايبها اصلا. مثال على القوانين الغبيه اللي حطها ان الحراميه راح ينقص اذونهم بعد اول جريمتين يرتكبونها، وفي الجريمه الثالثه راح ينقص يدهم. ابي افهم اذون الحرامي ايش دخلها في الجريمه اللي سواها؟ قص يده من البدايه يا اخي. شو القانون الغريب ذي؟ هو الحراميه يستاهلون انك تقصهم كلهم، بس على الاقل بالعقل قص شيء معقول. قص يده اللي باقي فيها، بتقص اذونه ايش دخلها؟ وهذه اللي سمعتوه ولا شيء من اللي سواها المينون. في يوم من الايام عزم كل وزراء على عشاء. عقب ما خلصوا العشاء وترسوا الدبه قال لهم ترى اللحم اللي كلتوه في العشاء كان لحم فلان من فلان اللي هو واحد من معارضينه. يعني انت شنو من بشر؟ عقب ما خلصوا الاكل قال لهم ان اللحم اللي كلتوه لحم بشر. يعني اتوقع كلهم رجعوا العشاء اللي كلوه. وهالشيء كرره وايد، مو مره ولا مرتين. وكانت اساليب القضاء على معارضينه وايد وحشيه. وعقب ما ينقص راس اي معارض من معارضينه شاف روحه انه في ذي اليوم هو مو بيعان، ما له خاطر لحم بشر، يقطهم حق الاسود والتماسيح اللي كان يربيهم في قصره. يعني شنو مخه ذي؟ شنو من انسان ذي؟ وعشان تعرفون ايش قد هالانسان، والله يخسي انسان، هذه مو بانسان اصلا. في يوم من الايام عجبته عربه الخديوي واسماعيل وطلب العربه من السادات، يبي يعطيه اياها هديه يعني، لكن السادات رفض انه يعطيه العربه. وهني بوكاسا زعل واعلن مقاطعه مصر. يا جماعه في رئيس ولا ياهل؟ ومن القصص الغريبه اللي صارت له قصته مع الغدافي اللي قال له اسلم تفتح لك خزائني، يعني بيعطيه اللي يبي لو اسلم. انت خلص اللي تدعيهم حق الاسلام، ما لقيت الا ذي. المهم ان هالخبر ما صدق، حصل له خبر ثاني قص عليه وقال له خلاص من اليوم انا مسلم واسمي صلاح الدين احمد بوكاسا. تشوف الاسم اللي اختاره من اسمه يبين عليه نصاب. المهم بوكاسا او صلاح الدين خذ الملايين وشحن شناطه، واول ما طلع من ليبيا اعلن انه رجع حق ديانته، لا انا مسلم ولا هم يحزنون. يعني خذ الفلوس يعني بصراحة ما تعرف ايش تقول عنه هالإنسان، خسي إنسان البهيمة ذي. هالجرائم والأشياء الثانية الغبية اللي سواها كانت سبب رئيسي لسقوطه، وبالتحديد في سنة 1971 لما اعتقل المئات من طلاب المدارس يهال يعني، بس لأنهم رفضوا يشترون الزي المدرسي واللي كان وايد غالي عليهم. وعلى فكرة هالثياب أساسا يصنعونهم في مصنع تملكه زوجته، في النهاية الفلوس بتروح له، يعني إذا باقي فلوس الدير ما بيبقوا فلوس زوجته. هني بوكاسا أمر بقتل 100 طالب منهم عشان يخليهم عبرة حق الباقي. وتخيلوا إن أكبرهم من هال100 كان عمره 15 سنة بس. يعني انت شنو قلبك شنو مخك اللي تقتل يهال عشان ما شروا ثياب. هني قامت عليه ثورة ودعمها الجيش. وفي نفس الوقت فرنسا اللي كانت مستعمرتهم من قبل تدخلت ودعمت الثورة، ونجحت هالثورة بإسقاطه ونفوه لفرنسا. بعد ما نفوه وفتشوا قصره لقوا جثث كثيرة مدفونة في قصره، من ضمنها جثث أطفال ونساء وناس كبار في العمر، ويعتقد أنهم جثث معارضينه وعائلاتهم، واللي شكله كان يأكل الأسود والتماسيح بس شكلهم شبعوا وما يبون يأكلونهم فقاموا دفنهم، أو خذ منهم شوي عطاهم والباقي دفنه. فرنسا رجعته لجمهورية أفريقيا الوسطى عشان تبتدي محاكمته
محاكمته في سنة 1986. وطبعا لستة الاتهام ما يحتاج، تهم قتل، جرائم حرب، خيانة، بوق، كل شيء مسوي، كل شيء غلط سواه. يعني هالوسخ المفروض ما ينعدم الا بالنعال، يقعدون ينشطون فيه كل يوم لين يموت. المصيبة الأكبر أنه في أثناء محاكمته بأحد التهم اللي موجهة له واللي كانت أكل لحم البشر، القاضي برأه من هالتهمة. وسمعوا ليش برأه. بوكاسا قال إن لحم البشر مالح وأنا ما أحب اللحم المالح. احلف أنت بس، لا احلف بس، يعني ما تدري من فيهم الحمار، بوكاسا ولا القاضي ولا اثنينهم. في النهاية وجد أنه مذنب بتهم وايد، يعني حتى لو فرط من واحدة هو اوريدي مسوي بلاوي، وحكموا عليه بالإعدام. لكن للأسف مع الاستئناف خففوا الحكم للمؤبد. والمصيبة الأكبر أنه في سنة 1993 أطلقوا سراحه. ليش ما أدري، ما حد ذكر ليش، بس إنه أطلقوا سراحه. يعني واللي الكلب حتى ما طول في السجن، ما أخذ حتى ربع إيذاء. بعد ما طلع من السجن اختفى ولا حد يدري عنه. أكيد طبعا لأن لو صادوه شعب ايش بيسوون فيه؟ غير ما تشوفه يفرونه نفس الذبيحة اللي يعلقونها على الصيخ، بتشوفون هلا يفرونه. بس الحمد لله إنه بعد 3 سنوات من طلع من السجن أعلنوا وفاة هالكلب وارتاحوا الناس منه ومن شره. هالقصة تعلمك شيء وايد مهم، إنك أنت كنت عايش في بلد أمن وأمان وتطلع وترجع بيتك وأنت مطمن على سلامتك وسلامة أهلك والناس اللي تحبهم وتعرفهم، فاحمد الله على هالنعمة لأن في غيرك وايد يتمنونها. وصدق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يوم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فنحمد الله ونشكره على النعم اللي ينعمها علينا. والله يحفظنا ويحفظكم ويبعد عنكم شر الفتن ويجعل كل بلادنا آمنة ومطمئنة يا رب العالمين. وهذه كانت سالفتنا اليوم، أتمنى أن عجبتكم. مشكورين على متابعتكم، وانتظروا قصتنا الأسبوع الجاي بإذن الله. ولا تنسون تتابعونا على الانستغرام وعلى السناب، ولا تفوتكم قصصنا القبلية. كان وياكم أخوكم عبد الله العيد، نشوفكم إن شاء الله في المقاطع الجاية. فما الله. وفي حفل التجويج اتوقع قدرتوا تعرفون جان بيديل بوكاسا من مواليد جمهوري عاش طفوله صعبه بعد ما قتل جيش في سنه 1939 انضم للجيش الفرنسي اللي هو نفس اللي يعني ما ادري نتوقع منه، يعني ما ادري شنو بحكم خبرته مع جيش الاستعمار. ثياب مشابهه للي والعصا اللي تشوفونها والعصا اللي ماسكها في هالصوره بعد كلف ميزانية الدولة فوق 20 مليون. حفل ايش فيك انت؟